السلام عليكم. أطيب تحية للمتابعين، وتحية خاصة لعائلة كرة السلة بكل دول العالم. خلال مسيرتي كمدرب بكرة السلة تأثرت بأستاذي البروفيسور فؤاد السراج، وأستاذي بمادة الفلسفة حينما كنت طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الموصل. وأحب أوصل خلاصة خبرتي للأخوة مدربي كرة السلة. كل المدربين أحبابي ومعجب بإمكانياتهم جميعا، وأتمنى يستفيدوا من خبرتي، لأن أمامهم مشوار طويل بالتدريب ومسيرة أتمنى يرتقون بها لمستوى خبرة أفضل يوم بعد يوم، لأن هذا يصب في تطور مستوى فرقنا ولاعبينا بالمنطقة. أول نصيحة: تواصل مع مدربي الأندية بشكل صداقة أخوية. ماكو داعي الظاهر بسرية خطة اللعب بالمباراة، لأن الخطط معروفة، كل المدربين يتعلموها من اليوتيوب، وحتى تمارين إعداد اللاعبين موجودة باليوتيوب. ومع كل هذا يبقى الأندية جميعا تعاني من إخفاقين: الأول ضعف المطاولة والفتنس، والثاني خوف وتردد اللاعبين وعدم إنهاء الهجمة بنجاح، والفشل بالشوت بنسبة كبيرة جدا. وأطيب تحية لكم.